أهلا بكم في مركز تطوير المناهج الزراعية وأصول التدريس. معكم المذيعة آية صوات من الفريق الإعلامي بمدرسة التطبيقية. سنلتقي مع مدير المركز المهندس عبد الرحمن دعاس. مرحبا. أهلا وسهلا. هل من الممكن أن تحدثنا عن مركز تطوير المناهج؟ مركز تطوير المناهج وأصول التدريس في سلمية يتبع لوزارة الزراعة، مديرية التعليم الزراعي. ما الهدف من إحداث هذا المركز؟ الهدف تطوير المناهج الزراعية في الثانويات الزراعية وتدريب المدرسين على أصول المناهج وأصول التدريس. ما سبب قلة الطلاب الزراعيين؟ قلة الطلاب الزراعيين نتيجة ظروف التوظيف وظروف العمل في الثانوية الزراعية والوزارة. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لكم ولمتابعتكم.